سلسلة تعليم طبخ الكميات من أجمل العادات في الأحساء هي الاجتماعات والمحافل وغيرها اللي تكون فيها الطبخ بكميات كبيرة وتوزيع بركة وثواب وغيرها. فبتكون اليوم معنا إن شاء الله هريسة حساوية حمرة باللحم بكمية كبيرة، وأحب تتعلمون شلون تضبطونها وشلون تطلع معاكم ذايبة ومرتبة. وبعطيكم إن شاء الله أسرار مهمة في هالمقطع عن أنواع حب الهريس وشلون تكونون تاخذون نوع طيب. فتابعوا المقطع معاي الحين نخلصه من بعد ما ينتهي المقطع الترويجي. أهلا فيكم، حياكم الله، تحية طيبة عليكم مني أنا الشيف الأحساء. اليوم إن شاء الله برتب معاكم هالمقطع الطيب والمفيد في تعليم طبخ الكميات. وإحنا عندنا أول بداية راح تكون معانا الطماطم وبكمية ممكن 5 كيلو، وهو اختياري مثل ما نوهنا سابقا وجدا جميل في الهريسة الحساوية. وعندنا هنا لحم البوتلو 10 كيلو بيكون معانا، ومثل ما تشوفون طبعا هو يأخذ من الخصرة أو من الفخذ. وعندنا هنا الهريس بيكون 10 كيلو، فلازم يكون متعادلين. طيب، وعندنا هنا الهريس بمقدار 10 كيلو، وأنا جدا أحتاط في أي نوع آخذه أنقعه مسبقا بساعات طويلة، ممكن توصل 6 ساعات وحتى ليلة كاملة ما يمنع، لأن في أنواع حقيقة نكبة تاخذونها وما تستوي معاكم مهما تطبخون عليها ومهما تنقعون، فلازم تاخذون نوع خابرينة وممتاز. أنا آخذ بكرسي نوعه إماراتي وجدا ممتاز، وجربته كثير ويستوي معاي بسرعة وأموره طيبة. فانتبهوا من الأنواع التركية، أنا جربت سابقا مهما أطبخ عليها تبقى فيها حبات اللي هو القمح ما تستوي داخلها فتنتهي. هنا عندنا الزبدة المذابة، وهذا خلصنا كل المكونات وما يبي لها شيء. الحين نبتدأ في التطبيق. في البداية راح أول نقطة أغلي أسلق اللحم أقصد، وعشان أشيل من الريم أو الزفر احنا نسميه. ولازم هالمرحلة مهمة قبل ما تحطون الهرس عشان تكون طيبة ولذيذة معاكم. هالعملية الحين ذي راح تطول معانا في شيال الريم، بس مهمة جدا. انتو تبون هريسة تكون ما فيها زفر وتكون طيبة، لازم تنتبهون على النقطة هذا. الحين بعد ما صفى معي الماي راح الحين اضيف المكونات. وعندنا هنا الهريس المنقوع مسبقا راح اضيفه كله حتى مع ماي الناقع ما يقول لا. وهنا الطماط، واللي يحب يحط او ما يحط يقلل ما يقلل هذا يمكم اختياري، لكن احنا نحبها حمرة تكون نطعة ولذيذة. وعندي هنا السمن المذاب بيكون معاها جدا طيب ويعطيها السومة. احرك كل المكونات الحين مع بعض، ثم نقفل عليها او نغطيها اقصد، ونكتمها زين ما زين. وهنا قياس الماء مهم انه يكون بارتفاع من 4 إلى 5 سنتي او 4 أصابع تقيسون فيه بهالطريقة هذه، لأن تحتاجون أنتم تطبخون عليها مدة طويلة، فلازم تخلون سوائل وافي وكافي فيها عشان لا يكون تشص معاكم وتحترق. والحين راح أكتمها، وأكيد بالطابوقة لازم منها أول ساعة لازم تكون نار مثل ما تشوفونها متوسطة، ثم أهدي عليها على الآخر. وأنا خليتها تطبخ معي 6 ساعات بالضبط، أبيها تذوب ذوبان كامل لأنها كمية كبيرة. والحين نشيك عليها، والحين نشيك هرستنا الحساوية ونقول بسم الله، نفتح عليها. وما شاء الله الشكل واللون، بس الحالة الذوبان اللي تشوفونه هذا فوق كافي انه يقول ذايب الحبة معانا مستوية. والسوائل اللي فوق ما راح اشيلها لان راح تكون القوام بخليها متوسط، لا ثقيلة ثقيلة ولا خفيفة خفيفة. وهنا ايضا نشيك اللحم مال العجل، البوتلو طبعا تشوفونه ذايب ومستوي على الآخر. فراح الحين أملحها، بيكون الملح كيلو ونص تقريبا تحطون لها، وتذوقونها انت وبين فترة والثانية عشان تعرفون اللي هو الملوحة اللي انتو تبونه حسب رغباتكم. وراح احرك كل المكونات الحين، ونشتغل ضرب يدوي وآلي لأن الكمية كبيرة مستحيل راح أضربها يدوي كلها، فلازم تدخل آلي في هالمسألة ذي. والحين على الضرب مباشرة. طبعا هذا الريش تنباع في محلات ادوات اللي هو السباكة اللي هو حق الضراب. وطبعا تشوفون قدامكم شلون القوام يتمغط معاكم، لان اللحم سبحان الله يمط اللي هو الهريس مثل ما يقولون، وجدا يعطيها قوام وانطوعة ولذة. راح يكون هم ضرب يدوي عشان اخلص كل الكمية، واخذت مني مدة طويلة صحيح، لكن جدا ذايبة. ونعم التعب فيها يستحق. تشوفون كيف قدامكم القوام، هذا القوام اللي عليه اللذة والكلام. وما شاء الله بيوت الحسن اللي راحت فيها هالهريسة ما بقى واحد ما شكر عليها وسأل كيف طريقته. فهذا المقطع التعليمي يمكم،
ويمهم أحب الكل يتعلم ويفهم آلية اللي هو استواء وطبخ الهريس. فأتمنى هالمقاطع التعليمية والمفيدة تكون يمكم وتتعلمونها إن شاء الله. والسلسلة هذه مكتملة الآن، فقط باقي عندي طبخ كمية حق شخصين اللي ما أدري شلون بسويها، لكن إن شاء الله إني أحاول أرتب لهم مقطع تعليمي. فأنا موجود أجاوب على أسئلتكم خاص أو عام في أي سؤال تبونه حول الهريس والأكلات الشعبية. عطوا المقاطع الطيبة هذا اللي تحبون، وشوفوا السلسلة السابقة، وفي أمان الله.